انا جاي بالجراند النهارده يا جماعه، برد على الاخ اللي كان بيقول لي امبارح انت جيت بالمرسيدس ليه؟ مش عشان اقول ان انا في بيتي مرسيدس عشان ريفيو الفطاره، ولا عشان اقول ان انا انتيمي معاه جراند وكل يوم بسوقها. انا عايز اقول ردا على السؤال المصري الشهير بتاع هو انت كنت راكب ايه قبلها؟ ما انت ممكن تكون منبهر وبتنقل تجربه غلط. انا عايز اقول ان انا كل يوم راكب يعني عربيات في بيت، سواء في بيتي او مع صديق اللي هي مقرب من فئه الاس يو في والدفع الرباعي الافضل في مصر. يعني عايز اقول ان انا راجل اقدر احكم على العربيه، مش تعريف ولا حاجه. انا ردا على السؤال الشهير بتاع انت كنت راكب ايه قبلها، واعتقد الجراند مش محتاجه ذكر. يعني انا اكيد اقدر احكم على الفطار، وان كان طبعا ما فيش مقارنات تماما ما بين عملاق الدفع الرباعي في مصر وما بين المرسيدس طبعا عملاق الاس يو في في مصر. انا بس عايز اقول ان انا قادر احكم على العربيه. نتوجه دلوقتي ونعمل الريفيو للفطاره بعد النزول من العملاق ده اللي عايز اثبت فيه انا ليه بفهم في الاس يو في، او ليه بفهم في العربيه، او ليه ممكن احكم على العربيه. هتوجه معاكم دلوقتي للفطاره ونبتدي نعمل لها ريفيو. قبلك بقى سلام. يا جماعه هنبتدي نعمل ريفيو للفطاره دلوقتي ونتكلم عن العربيه كمواصفات. اولا المواصفات الفنيه تمام. العربيه دي 118 هورس، عند 6000 لفه في الدقيقه، 118 هورس باور. العزم 156 نيوتن عند 4400 لفه للمحرك في الدقيقه. اعتقد ده عزم معقول وعزم جيد. العربيه طبعا عزم جيد ومعقول لمحرك مش تربو، كويس جدا يعني. العربيه في تيست 6 سرعات من الاجيال الجديده، في تيست محترم جدا. فالنقلات مرتاحه ولطيفه كويسه جدا، ما فيهاش مشكله خالص. معلش انا نسيت على الدي 1، انا اسف. العربيه النقلات جيده جدا، مرتاحه. 6 سرعات بتديك نسب جيده، بتريح موتور العربيه لدرجه انك انت ممكن تبقى ماشي على 120 والار بي ام يبقى يعني ما تجاوزش ال 2500 لفه، يعني اقل منهم كمان. تحس جدا ان موتور العربيه مرتاح، زي ما انتم شايفين الصوت هادي، يكاد جوه مقصوره القياده. العزل لطيف جدا 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 محترم. الدنيا هاديه زي ما انتم شايفين. العربيه تمتلك عفشه رائعه ممتازه. انا شايفها من الحكم على مثيلات ليها ومن مقارنتها بمثيلات من بعض السيارات اللي انا اذكر اسمها طبعا عشان ما نجرحش في حد او نتكلم على حد. كل العربيات جيده وممتازه، وكل العربيات فيها فروق فرديه وبتقدم مستوى جيد. لكن عشان اكون بتكلم، انا اتكلم عن المثيلات مثلا او المنافسين من الفئه بتاعتها او الفئه الاعلى سنه من السيارات اللي انا ركبتها، وحسيت انها لا افضل من فئه اعلى سنه كمان كاداء موتور وكاعتماديه. وسوزوكي شركه مش لسه هتكلم عنها او لسه هقول هي ايه. سوزوكي شركه محترمه جدا، شركه قديمه. العربيه الفيتارا من مخترع الاس يو في في العالم لو هنتكلم عن تاريخ. وعربيه يعني قدمت فكره الاس يو في دي يمكن من سنه 89. وفكره الدفع الرباعي في الاس يو في. عربيه محترمه جدا جدا جدا، ذات تاريخ مشرف، وبالذات واحنا ومعانا هنا كمصريين، مش في العالم بس، مش في اليابان واوروبا والكلام ده، لا معانا كمان كمصريين. لا العربيه لها تاريخ محترم. زي ما انتم شايفين العربيه هاديه، فيها كاميرات لطيفه جدا جدا. انا لما بتكلم وبقول ان دوسه الموتور جباره، انا ما اقصدش بكلمه جباره ان العربيه يعني مش العربيه مش لامبورجيني. العربيه لا حاجه يعني انا بتكلم مش ببالغ ولا حاجه، بس انا بتكلم من حيث ايه مقارنه ببعض الماركات الاخرى زي ما قلت، وبعض الفئات الاخرى اللي هي نفس الفئه او اعلى سنه. لا حاسس ان عزم العربيه افضل. واحنا لو عارفين ان فئه الاس يو في بتقدم فكره يمكن مش الجري شويه، هي عربيات هاديه جدا. حتى في عربيات فيها ليميت للسرعه، يعني في عربيات اس يو في ما بتتجاوزش ال 160، وعربيات شهيره وفي فئه اعلى من الفيتارا، يعني اصحابها بيعانوا عشان يجيب على دوسه البنزين اكتر من 160، يعني تبقى في معاناه شويه. لا العربيه محترمه جدا جدا جدا. انا مره واحده بس شديت على العربيه وانا خارج بيها من المعرض، من مودرن موتورز يعني من التوكيل، وانا واخدها وخارج بيها فبرواش. انا جبت 190 بالعربيه وكنت مرتاح جدا.
ولا على السبورت مود ولا عملت اي حاجه، وانا ببص على العربيه لان انا من المدرسه القديمه بتاعت ان في فكره التليين حتى لو العربيه جايه متلينه في المصنع، بس انا من المدرسه القديمه ان العربيه الموتور يرتاح شويه شويه. الفكره بقى بتاعت الجري والكلام ده كله، انا لو راجل يعني الفكره عندي قصه الجري او كده، انا ما كنتش اشتريت عربيه اس يو في اصلا، يعني ما كنتش تغييري يبقى العربيه اس يو في. انا الاس يو في بيقدم الرفاهيه والراحه والعلو عن الارض والارتياح والقعده اللطيفه والعفشه المحترمه والارتفاع المحترم والفكره العائليه شويه، سواء العيله صغيره او كبيره على حسب الاحجام المتفاوته. فالعربيه كعربيه بتجري طبعا بتجري وبتطير، يعني ممكن هنجرب دلوقتي تسارع سريع كده، يعني الموتور بيزمجر. يعني انا عايز اجرب لكم كمان الفرامل، يعني ما اعتقد ادي تجربه بسيطه، بتجري جدا وتسعفك جدا ورائعه يعني، واستجابتها ممتازه. انما انا عايز اتكلم في حاجه، انا من هواة ان ميزه وجود السقف البانوراما انك تسوق بهدوء وتبقى فاتح السقف ومعاك العيله او الكلام ده، او في رحله او طالع مكان ساحلي مثلا، او ماشي جوه البلد حتى في الزحمه والخنقه وانت خارج من شغلك. ميزه وجود السقف البانوراما مع الاستمتاع بعربيتك وتحس بيها، انا من النوع اللي بيحب يلتصق بمقود القياده يعني عشان احس بالمتعه يعني. فكره السقف البانوراما جميله جدا، انك تبقى قاعد سايق عربيتك بهدوء ومستمتع بالنعومه والعفشه اللذيذه من عربيه ياباني محترمه ذات اسم وثقه القديم زي ما قلنا، ومبسوط. يعني انا من هواة القياده دي، وانصح دائما بالقياده الامنه، يعني هات 200 وهات 180 وهات وما سنجني، يعني لم يجني الاخرون الا الدمار، يعني دي نصيحتي يعني. انما ده موجود في ساعات، لما في لحظات جنون كده الواحد بيحب يتجنن ويتبسط شويه، فده موجود في ساعات ما انكرش ده. انما كمتعه قياده العربيه ممتعه جدا جدا، ادي النعومه، ادي صوت العربيه، ادي عزل العربيه فيها من الكماليات وجبه دسمه، وفيها تخمه من الكماليات مش موجوده في فئاتها ولا فئتين ثلاثه بعدها، ودي بقولها بثقه. فيها من وسائل الامان 7 اير باجز، يعني يمكن الكراسي كلها محاطه والقوايم باير باجز، و2 اير باج قدام للسواق وللي جنبه، واي اس بي، نظام الانحراف المفاجئ من افضل الانظمه دلوقتي في العالم. هو نظام قديم طبعا موجود في البي ام من زمان، ويمكن مرسيدس وبي ام اول ما طوروه، ولكن هو نظام محترم. يمكن في فئات كتيره ما بتقدموش، او في فئه سعريه كتيره العربيه دي ما بتقدموش. القصه كلها ان العربيه فيها برضو اي بي اس واي بي دي، فيها كل الباكج الاساسيه لوسائل الامان وزياده شويه، اوفر شويه، اكتر شويه. كاستهلاك بنزين العربيه ممتازه، يمكن تعمل معاك مثلا 13 كيلو في اللتر، ده شيء ممتاز جدا على الافرج بتاع القياده. يعني انا لما سوقت على مشواري طويله قبل كده وحسبت الافرج كانت بتديني 13 او 14 كيلو، ده شيء ممتاز جدا جدا جدا، ومع الحرق والدوس، وده رائع ان عربيه 1600 اوتوماتيك تقدمه. طبعا الكماليات هتكلم عن مثبت السرعه، الكروز كنترول، ومحاكاه السرعه، الليميت بتاع السرعه موجود في الطاره، والمالتي فانكشن والبلوتوث والمايك دبل، يعني حاجه كده زياده شويه عشان صوت اوضح. التكييف التاتش الاوتوماتيك، التكييف اوتوماتيك اوتو، الفتيس 6 سرعات، ماوس التحكم في انظمه القياده، السبورت درايف والايكونومي والسنو، يعني كل حاجه ممتازه في العربيه. كمبيوتر العربيه غني ولطيف وكويس جدا. شفتات الطاره اللي هي بتديك قياده مانيوال ممتازه للعربيه، ويمكن شفتات الطاره ممكن تديك شويه رعونه كده ونقل مانيوال افضل كمان من الستيبترونيك العادي، يعني لا لطيفه، يعني فكره حلوه جدا جدا. يعني حتى هي في العربيات السبورتيف قوي 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 هتلاقي شفتات الطاره هي اللي موجوده، يعني فكره جميله جدا ولطيفه جدا جدا جدا. جربتها مره واحده وانا مش عايز ادعو لفكره السرعه عامه، يعني انا يعني مش عامل ريفيو عشان ابقى راجل متهور وعمال احرضكم على ان العربيه بتجري وبتطير. بتجري وبتطير، ونجرب تاني اهو، ونجري ونطير وندوس ونسمع صوت الموتور وهو بيجري والعربيه بتطير، والعربيه بتجيب ال100 في 11 ثانيه، 11.6 او 11.3. مره عملتها معايا كده ومره كده، يعني على حسب ظروف القياده والدوسه. انما عايز اقول لكم ان انا سعيد جدا جدا بالباكج اللي فيها، السقف البانوراما، المرايات الضم، الزجاج الملون، مساحه الشنطه معقوله جدا جدا، 375 لتر، اكبر من كتير في فئاتها واصغر من حاجات ثانيه في فئات اعلى، بس معقوله جدا بالنسبه لي. يمكن من عيوب العربيه زي ما قلت ان الكنبه الخلفيه ضيقه شويه، لو عيله
زي ما قلت قبل كده اب نورمال، يعني هتبقى صعبه بالنسبه لها شويه، اكتر من 5 افراد او 5 افراد ضخام الحجم قوي يمكن ما تريحهمش قوي ويمكن ما يكونوش مبسوطين. بس لو عيله عاديه جدا جدا كافيه جدا جدا جدا. انا عيلتي انا سعيد في العربيه جدا جدا جدا. العربيه بتقدم باكج محترمه جدا بسعر محترم جدا وكماليات محترمه ووسائل امان محترمه وصانع مش عايزين نتكلم كتير في حته ان سوزوكي شركه مش محتاجه تعريف قوي، او شركه مش بالذات العربيه اللي انا راكبها دي الفيتارا سياره ذات تاريخ، يعني انا ما بألفش. عايز بقى اقول كلمه في الاخر او في النهايه بعد الريفيو ده. انت ليه تصدقني او ليه تسمع كلامي او ليه انا مش بافور او مش بقول اولا انا مالك العربيه، ثانيا انا راجل ليا تجربه قبل كده قديمه مع سياره اخرى من نفس الصانع. كانت الناس بتقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني يمكن في مرحله من المراحل كنت بشتري سوزوكي سياز وكان اسم الشركه ابتدى ينطفي بقاله مده كبيره جدا جدا جدا، وابتدت الشركه يعني ما كانتش بتهتم بعربياتها قوي الصراحه في مصر فتره معينه من الفترات. وكانت الشركه بعد ما كانت من اوائل اصحاب مراكز المبيعات المحترمه في التسعينات كانت فقدت جزء كبير من الكلام ده، خلونا نكون صراحه. وبعدين انا غامرت وكنت من اوائل ويمكن اول من اشترى في مصر السوزوكي سياز. وبعدين ساعتها غامرت برضه وقلت ان انا شايف انها باكج ممتازه، وتابعت لها ريفيوهات بره في الهند وفي دول شرق اسيا وفي الصين النسخه الاليفيو منها ذات المحرك الصيني الاقوى ال 1600، وشفت ريفيوهات محترمه جدا وشفتها بتقام بعربيات ياباني محترمه ويمكن ساعات كانوا بيرجحوا كفتها، فغامرت عن دراسه يعني. واعتقد ان احنا قدرنا ننجح بالسوزوكي سياز دلوقتي، واعتقد ان احنا ما كدبناش على حد وما كانش لينا اي مصلحه في ان احنا نجدع حد، ولما نصحنا بالسوزوكي سياز كانت نصيحه محترمه اعتقد يعني. واعتقد ان احنا قدرنا نخلي السياز استثمار دلوقتي، واعتقد ان السياز نطحت عربيات كبيره وخدت مكان محترم جدا 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 على ايدينا الحمد لله وعلى ايد جروبها، وكان لينا المصداقيه. فانت انت انا اسف في الكلمه، انت مجبر تصدقني لحين ان يثبت العكس، لحين ان يثبت ان انا رجل سيء النيه او ان انا رجل بضللك او ان انا رجل لا امتلك السياره دي وبخدعك. يعني ده الكلام المنطقي اللي اقدر ارد عليك بيه. انما مفيش منطقيه في كلام الاخوه اللي ما جربوش العربيه وبعدين يقعد يقول لي ده مش عارف ايه، ده بيقولوا ده بيسووا. لا انت مجبر سيدي الكريم انك تصدقني لان انا مالك وانا ما ضللتش قبل كده. يعني يمكن في السياره التي ليست بشهره الفيتارا انا ما ضللتش، بالعكس احنا ارتفعنا بالعربيه وباسهمها وفعلا اثبتت انها عربيه اعتماديه جدا السوزوكي سياز، ومن ينكر هذا ومن ينكر النجاح الحقيقي ومن ينكر الانتشار في السوق والوجود القوي. يعني من ينكر هذا يبقى يعني جاحد او ناكر يعني انا ما فليه انت ما تصدقنيش؟ ليه لحد ما تمتلك العربيه ويثبت لك العكس؟ او ليه تدعي وانت ما جربتهاش ان انا بقول كلام غلط او ان انا بضلل او ان انا ببالغ؟ يعني ما ببالغش. انا معايا ملاك تانيين ناس محترمين واصدقاء واخوه في الجروب امتلكوا الفيتارا واكدوا كلامي ويمكن قالوا افضل شويه. انا بحاول انقل الحياديه لان انا راجل في موضع مسؤوليه، ان انا مسؤول عن جروب ومسؤول عن رعايه ناس، فبحاول انقل كلام حيادي شويه. يمكن ممكن ابرز عيب اقول لك ان العربيه ما فيهاش اول ريست وده هنجيبه ان شاء الله، واقول لك ان الكنبه ضيقه سنه، انما انا معايا ملاك تانيين اشادوا اكتر بتجربتهم يعني. فانا ليه هندعي وليه هنقول كلام خطا؟ احنا ملاك العربيه وبنتكلم عنها بكل حياديه وشايفين انها الصفقه الاربح والاجود والاجمل، وممكن يكون في اكبر منها حجما واغلى منها ثمنا. بس يعني هل يا ترى لما تحطه في القيمه السعريه دي ب 300,000 جنيه و 320,000 جنيه يسواها او هيديك قيمه مقابله؟ لا اعتقد. انما الفيتارا لما تحطها في اطار ال 225,000 جنيه او ال 230 او ال 240 اعتقد انها هتديك قيمه مقابله وهتديك يعني لكل جنيه اوبشن معين. فيعني انا شايفها الصفقه الاربح يا سيدي لحين ان تمتلكها. لو جربت تمتلكها وتخوض المغامره يعني اثبت عكس كلامي او اثبت ان انا ضللتك. انا ما لنا وما علينا الا النصح. يعني ده اللي بنتكلم عليه لما بنقيم عربيه ولما بنركب عربيه ولما بنحكم عربيه. بنحكم عليها من حكم خبره لينا سابقه ومن حكم هوايه جميله احنا بنحبها، حكم ان الواحد بيحط رجله في عربيات كتير. نتكلم عنها لو هنتكلم بلدي شويه ونتكلم كلام سوقي. عشان كده بننصح وعشان كده بتاخد مشورتي. العربيه زي ما انا قلت يمكن ذكرت كل مواصفاتها الفنيه، ذكرت كل كمالياتها، ذكرت كل وسائل امانها، جربتها لكم، وريتكم عزلها، وريتكم ان الموتور ممكن يبقى اجريسيف جدا. عايز دلوقتي لم يبقى لنا الا ان احنا نجرب السبورت مود. يعني انا العربيه حتى دوست البنزين بقت هايبرد قوي. انا عشان بس داخل على ملف هجربه تاني اول ما نخرج من الملف. ندوس على العربيه
لكم، الحكم للجماهير لمن يرى الفيديو. يعني انا داخل على مطب وهبتدي اجرب الفرامل. مش هقدر ادوس على الفرامل قوي لان المطب كان بعيد شويه، بس يعني هناك استجابه ممتازه وهناك تجربه جيده جدا مع السياره، وانا سعيد بيها جدا جدا جدا، وكل من سيقتنيها ان شاء الله انا واثق انه هيكون سعيد، وان كانت فروق فرديه طبعا لتجربه كل واحد. اتمنى يا جماعه ان انا اكون افدت، واتمنى ان انا اكون وصلت معلومه جيده، وكما وعدت عملت ريفيو ولو بسيط. انا لست رجل فني، انا بحاول اقدم فكره جديده في مصر ان احنا ننقل تجربه بمصداقيه، وننقل تجربه ونصح بامانه، ونكون متطوعين لخدمه ملاك، وفي نفس الوقت بنمتلك حاجه ونجربها. يعني مش عايز اقول طباخ السم بيدوق لان هي مش سم، بس عايز اقول انا لم اضلل يوما ولن اضلل يوما. تلك هي التجربه، وامامكم الحكم لكم، يعني الحكم لكم، وامامكم التجربه قصدي والحكم لكم. و يعني من سيمتلكها سيكون سعيد، ومن سيختار سياره اخرى سيكون سعيد لانه اختياره. احنا ما بنجبرش حد على حاجه، بننصح نصيحه فقط، وبننقل تجربه ممتازه يعني مع سياره جيده جدا ذات قيمه. شكرا لكم يا جماعه وطولت عليكم، واسف جدا جدا على الإطاله.